اسكندرية الفترة دي بتشهد تنفيذ عدد كبير جدا من المشروعات الكبيرة، طفرة تنموية كبيرة ما بتتكررش كتير. بعد ما فضلنا سنين ما بيتمش تنفيذ مشروع واحد، الفترة دي كل يوم بيتم تنفيذ وافتتاح مشروع جديد، منهم المشاريع الكبيرة ومنهم مشاريع متوسطة، منهم مشاريع كنا فعلا محتاجينها ومنهم مشاريع في اللي بيختلف عليها. ودورنا اننا نوضح اهمية كل مشروع وازاي هنقدر نستفيد منه علشان كلنا نفهم كل المشاريع واختلافنا يقل مهما كان المشروع. والمشروع اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة من المشاريع المهمة وليه فايدة كبيرة جدا على اسكندرية، واتكلمنا عنه قبل كده ولكن في أجزاء صغيرة جدا، ويمكن حضراتكم سمعتوا عنه قبل كده كمان معلومات. لكن في الحلقة دي والأول مرة جمعنا لحضراتكم كل المعلومات الخاصة بالمشروع في كل مراحله علشان نكون مع بعض فكرة عامة عنه ونعرف ايه اللي تم تنفيذه وايه اللي هيحصل كمان في مراحل اللي جاية. لو حابين يجيلكم اشعار بكل اللي بيحصل في اسكندريه، يا ريت تشرفوني دلوقتي بالاشتراك في قناتكم تركايه وحكايه وتفعلوا زر الجرس على الكل، وما تنسوش شير كتير واللايك الجميل، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا اخوكم مراد محمود. بسبب التغيرات المناخية الكبيرة اللي نتجت عن الاحتباس الحراري واللي أدت لزيادة ظاهرة النحر، خلت مدن كتير ساحلية على مستوى العالم مهددة بالغرق، حتى إن في بعض المدن في دولة عربية قاموا بنقل السكان منها. ووصلنا لدرجة إن في مؤتمر مناخ عالمي رئيس وزراء بريطانيا بيعلن إن من ضمن المدن اللي هتغرق دي وفي خلال 50 سنة هي اسكندرية. من هنا وكان لازم يكون في تحرك سريع من الدولة المصرية. ازاي يتم حماية السواحل الشمالية للمدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط وخصوصا محافظة اسكندرية، وده تم من خلال تنفيذ عدد كبير من مشروعات حماية السواحل من خلال إنشاء حواجز للأمواج في أكتر من مكان، ومنها حاجز الأمواج اللي تم إنشاؤه وتم افتتاحه تجريبيا اللي بيحمي الصخرة الرئيسية لقلعة قايتباي المكان التاريخي. وده بقى مش مجرد حماية لسواحل، لا ده كمان حماية للتاريخ. تم إنشاء حاجز أمواج بطول 550 متر، وزي ما قلنا بالأساس لحماية الصخرة الرئيسية لقلعة قايتباي. ومع انتهاء المشروع بالفعل تم حماية الصخرة من النحر بنسبة 100%. ده غير استغلال المشروع ده وعمل ممشى سياحي هو أطول ممشى سياحي في اسكندرية على كوبري فوق البحر طوله بيوصل ل 110 متر، منطقة ترفيهية واستغلال أمثل للمشروع مرسى لليخوت بطول 100 متر. ده غير إن منطقة القلعة كلها تم تنميتها وإخلاءها من الإشغالات والباعة الجائلين، تشغيل الصوت والضوء في قلعة قايتباي، وبالفعل بدأت الأفواج السياحية تزيد من توافدها في منطقة القلعة. مشروع مترو أبو قير ومدينة أبو قير الجديدة وميناء أبو قير اتكلمنا فيهم كتير مع حضراتكم قبل كده، وده جانب من إنشاء طريق كورنيش هيوصل أبو قير بالكورنيش الأساسي لإسكندرية بطول 8 كيلو متر. واللسان اللي قدام حضراتكم دلوقتي داخل المية دي كانت في فترة تجهيز الشواطئ قبل الصيف اللي فات. أبو قير لوحدها فيها كمية مشاريع نقدر نتكلم عليها من هنا لبكرة، لكن المشروع اللي عايز أكلم فيه حضراتكم النهاردة ونغطيه من أوله لآخره مراحله اللي تمت وتم الانتهاء منها أو بيتم تنفيذها دلوقتي أو لسه بيتم تنفيذها الفترة اللي جاية، هو مشروع مهم لإسكندرية وبيساهم في حمايتها من الغرق، ودي حكاية المشروع. لكن التركاية بقى اللي فيه إنه كمان بيتم الاستفادة من المية اللي بيتم توفيرها وكانت مهدرة قبل كده وتوجيهها لزراعة الدلتا الجديدة من خلال تجميعها وضخها في مسار ناقل بيمثل نهر صناعي نقدر نزرع بيه الصحراء. المشروع هو الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه المطر. تابعونا علشان دايما تشوفوا وتعرفوا كل جديد عن مشروعات اسكندرية. أخوكم مراد محمود.